السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي أخواتي في فيديو جديد على قناة كويزين أم يحيى. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم جيت نحضر معكم واحد لاطاخت اللي كتجي رائعة ولذيذة. طاخت بكريمة اللي سهلة ولذيذة وبمقادير متوفرة في كل بيت. بالنسبة لهاد لاطاخت هذه يمكننا نحضروها في أعياد الميلاد، في شي مناسبة أو شي حفلات، لأنها صراحة راه كتجي زوينة ولذيذة لذيذة. صدقوني أنا مني قلت لكم لذيذة راه كيجي فيها واحد المذاق اللي رائع، بالخصوص واحد السر. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. وأول حاجة غنبداو بها هي لا جينواز ديالنا. اول حاجه غادي نحتاج هنا عندي 4 ديال البيضات من حجم كبير، عندي 4 كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، عندي 4 كاس ديال الماء، عندي جوج كؤوس ديال الدقيق، وواحد اللي نقصت منه 3 ديال المعالق كبار وعوضتهم بالكاكاو. عندي كذلك ساشي ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام. كنبدا اول حاجه بداك البيض اللي غنطربو مع السنيده مزيان حتى يطلع لي داك البيض ديالي. من بعد غنبدا نضيف الزيت تدريجيا شويه بشويه صافي وانا مستمره في الخلط. من بعد غنضيف داك 4 كاس ديال الماء، وغناخذ الخلاط اليدوي اللي غنبدا نطلع به داك الدقيق ديالي. غنبقى نضيف الكاس الاول، ما نضيفش الدقيق كامل، يعني بطبيعه الحال الدقيق خصو يكون مغربل. غنضيفو وانا كنطلع من تحت للفوق، يعني بحركات اللي بطيئه بشويه باش هكا ما يهبطش ليا داك البيض ديالي ويبقى لتحت. صافي كنضيف من بعد الكاس الثاني وكنخصل على واحد الخليط كما شفتوا معايا اللي كيكون ما خفيفش وما قاصحش. كناخذ واحد الطاوله اللي غندخلها للفران وكنطيبوا الجينواز ديالنا على هذا الشكل هذا. كما شفتوا راه كتجي هشيشه وخفيفه. غناخذ واحد الساخكل هكا اللي غادي نقطع به داك الجوانب، وناخذ كذلك يعني الحجم اللي بغيت. صافي وغندوز نقطع هنايا الجينواز ديالي على جوج ديال القطع باش هكا سهل عليا باش نسقي كل وحده بوحدها. صافي كناخذ القطعه الاولى صافي وكندوز كنبدا نسقي داك الجنواز ديالي بطبقات بجوج. بالنسبه للسيرو باش سقيتها انا درت غير القهوه معصره هكا، ضفت ليها واحد شويه ديال السكر سنيده عفوا وسقيت بها. بالنسبه للكريمه هنايا ندوزو نحضروا الكريمه. خديت واحد 200 مليلتر عفوا 400 مليلتر ديال القشده السائله اللي ضفت ليها معلقه كبيره ديال شوكولاته الدهن وواحد ياغورت من نكهه الكراميل. صافي طربته مزيان تحصلت على هذا القوام هذا. غنخليه يبرد على جانب وغندوز نحضر الطبقه المقرمشه. بالنسبه لهاد الطبقه هذه انا يعني درتها بهاد الطريقه هذه كتجي رائعه ولذيذه بزاف. يعني صدقوني انكم غتجربوها وغادي تولي مدمنين عليها. يعني واحد الكريمه ديال القهوه او لا واحد السيرو ديال القهوه اللي كيجي رائع. خديت نص كاس ديال السيرو ديال القهوه عفوا قهوه معصره مع نصف كاس ديال سكر سنيده اللي خليتهم درتهم على بوطه تكون نار مهيله. خليتهم مزيان حتى كيعقاد ليا داك السيرو كيولي معلك. ومن بعد ضفت ليه 3 المعالق ديال الكركاع اللوز والكاوكاو 3 المعالق 3 المعالق، يعني بداك الشيء اللي متوفر عندنا. صافي وخلطتهم مزيان وخليتهم. صافي درت الطبقه كما كتشوفوا. خديت الجنواز ديالتي درت لها الكريمه من فوق ومن بعد قديتها وخديت داك الطبقه المقرمشه. هنا درت واحد الخطا انني ما خليتش داك الكريمه بردات ليا شي شويه وعاد ضفت لها داك الطبقه المقرمشه. انا نيشان درتها فوق منها بحال دابت واحد شويه وعاد رديتها للثلاجه. من بعد ضفت الطبقه الثانيه ديال الجنواز ودرت عليها الكريمه ثاني كما كتشوفوا. سنحاول اني نقادها مزيان كنليسيها باش كنحصل على واحد السطح اللي يكون متساوي ومقاد، باش ملي نجيو نحضروا نوضعوا داك الكاناش ديالنا كيجينا مقاد وباين. بالنسبه للكاناش انا اللي استعملت هنايا راه ما صورتوش معكم. درت كأس ديال الكريمه السائله مع معلقه كبيره ديال الكاكاو مع معلقه كبيره ديال السنيده وضفتهم فوق. درتهم فوق واحد النار مهيله خليتهم مزيان تيغليو حتى غلا ليا. ومن بعد ضفت لهم 60 غرام ديال الشوكولاته غيش
وفي الاخير كاع درت معلقه صغيره ديال الزيت النباتيه باش كتعطيني داك اللمعه. صافي كنخليه كيبرد شي شويه، ومن بعد ما ندخل لا طارت ديالتي عفوا للثلاجه وكنخليها حتى هي كتبرد وكتشد راسها. عاد من بعد غندوز نزينها كما كتشوفوا بالكناش اللي حضرت، يعني حتى الكناش راه جا رائع وجا زوين. صافي كنصبو هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا. وانا نحاول انني نقاد الجوانب مزيان، معليش يعني واخا كيطيح ليا داكشي على الجوانب راه نرجع تنهزو كنقاد به الجوانب راسهم حتى هما. ومن بعد هادشي كامل راه غادي نمسحو وغنقاد الطاخت ديالتي باش كنزينها في الاخير. صراحه راه كتجي واحد الكريمه رائعه بديك النكهه ديال القهوه كما قلت لكم، لان سقيتها بالقهوه ودرت لها داك القرمشه بالقهوه، كتجي رائعه، جات غزاله ولذيذه، واحد لطاخت اللي ما تشبعوش منها. انا متاكده انكم الا جربتوا هاد الطبقه المقرمشه بالضبط غتولي معتمده عندكم. صافي من بعد خليتها بردت غير واحد شويه ودزت هنايا، يعني بما انني دايره الطبقه المقرمشه فيها اللوز والقرقاع وكاوكاو، فضلت انني هي اللي غادي نزين بها هكا من الجوانب، يعني تزيين بسيط وسهل وفي المتناول. صافي كندوز كنقاد مزيان. هنايا في الاخير دزت زينت بهكا، خديت واحد معلقه ديال زيت نباتيه، ضفت ليها شويه ديال الملمع الغذائي وخلطته مزيان. هنا تيحسبت لي انا راه كنت كنصور ساعه ما صورتش داك اللقطه اللي كنت كنزين بها هكا من فوق، يعني درت خطوط عشوائيه ودرت كما كتشوفوا الشوكولات. بالنسبه للشوكولات خديت شوكولات ذوبته هكا ودرته في واحد الورق اللي ورقه ديال الطهي وخليته هكا عشوائي، درت فوق منه هكا واحد العقيقات كما شفتوا هادو اللي تشاهدوا معايا. صافي وخليتهم من بعد قطعت يعني الشكل اللي بغيت هكا، درت على شكل مثلثات وزينت بيهم هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديال اللي حضرت معكم. يعني صراحه راه كتجي زوينه ولذيذه وتا من داخل كتجي معلكه، وداك الطبقه اللي قلت لكم ديال القرمشه كتجي المذاق ديال القهوه فيها رائع. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا كنتي اختي ما مشتركاش في القناه اشتركي فضلا وليس امرا، وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد. وما تنسونيش من لي لايك والتعليق ديالكم المحفزه واللي كتدعمني دائما انني نزيد ونعطي مزيد من الوصفات. سنه سعيده مره اخرى، وشكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله.